حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. النهاردة هنكمل كلامنا عن عادات الزواج في الصعيد. وكنا حكينا في القعدة اللي فاتت عن الزواج من داخل العيلة الوحدة وفوائده إيه، وزي ما فيه جواز من داخل العيلة الوحدة برضو بيبقى فيه جواز من برا العيلة. لكن الجواز اللي من برا العيلة بيكون للضرورة وبيكون له أسباب مش زيادة كده. يعني مثلا لو ما فيش بنات في العيلة تناسب العريس، أو ما فيش ولاد في العيلة تناسب العروسة. ممكن يكونوا مثلا لسه صغيرين في السن، أو ممكن يكونوا كبار ومتجوزين. في الحالة دي ممكن يوافقوا على جواز البت من برا العيلة أو جواز الواد من برا العيلة. أو ممكن يكون أم العريس من عيلة تاني اللي هم خلانه وفي الحالة دي لو البت مش محجوزة لواد عمها ممكن يوافقوا على جوازها من واد خالها. وبالنسبة لهم بتكون عيلة غريبة برضه، لأن الواد عندنا لو اتخانقت عيلة أبوه مع عيلة خاله بيجي مع عيلة أبوه ضد عيلة خاله، حتى لو وصلت إنه يضرب خاله مش عيبة بالنسبة لهم، لأن العم أقرب من الخال وبيقول لك عليه عصب ودم. أو ممكن مثلا يكون فيه تجارة أو شركة بين أبو الواد وأبو البت، وبرضه لو واد عمها مش جايل عليها ممكن يوافقوا على جوازها منه. في كل الحالات الأصل هو الجواز من داخل العيلة، والأب مش حر نفسه في إنه يوافق على الزواج أو ما يوافقش، لا، لازم يشاور باقي العيلة ويمر عليهم واحد واحد، وخصوصا اللي معاهم شباب في سن الزواج، ويقول لهم بنتي تلزمك يا فلان، يقول له لا خليها تاخد عدلها. وبكده هو بياخد رأيهم في جوازها من الغريب بشكل غير مباشر بإنه يعرض بنته عليهم. ولما ياخد الموافقة على زواج بنته من الغريب في الحالة دي بقى القصة بتختلف خالص. البنت اللي كان مهرها 7 جنيه لما كان هيتجوزها واد عمها هيبقى مهرها 700 لو اتجوزها الغريب. وسبحان الله هي نفس البنت، ما بيجيتش صوفيا لورن ولا حاجة. وطبعا مرعي أكتر واحد يكلمكم عن الحكاية دي. والمهر الزيادة هنا بيعتقد الأهل إنه بيعلي من قيمة البت عند عيلة جوزها اللي من عيلة تانية طبعا زي ما قلنا، وكمان بيعبر عن قيمة العيلة كلها قدام نسباتهم وقدام باقي العائلات في البلد. يقول لك بنت فلان مهرها كان 700 جنيه، والمبلغ ده في زمانهم يساوي دلوك أكتر من 100,000 جنيه. بيتفاخروا بمهر بنتهم وجهازها قدام الناس. وهنا بقى بتتباع الأراضي بحق وحقيق. وبرضو الجواز من عيلة تانية ليه فوايده. لو كان بينهم تجارة، التجارة دي بتزيد وبيبقوا حريصين على إنهم يكبروها ويحافظوا عليها علشان هتعود فوايدها على الواد والبت اللي اتجوزوا. كمان لو كانت عيلة العروسة ضعيفة وقليلة مثلا ممكن جواز بنتهم من عيلة كبيرة بيزود مكانة عيلتهم بين الناس والعائلات التانية اللي في البلد. ولو حصلت أي مشاكل مع العيلة الصغيرة نسباتهم من العيلة الكبيرة بيقدموا لهم الدعم الغير مباشر من تحت لتحت كده. ممكن يدوا لهم فلوس أو سلاح، لكن طبعا ما ينفعش يشاركوا معاهم في المشكلة ويدوهم رجالة تتخانق معاهم، وإلا بيكونوا كده بيعملوا عداوة مع عيلة تانية في البلد. وبرضه من فوائد الجواز من برا العيلة إنهم مثلا لو جوزوا ولدهم لبت من عيلة كبيرة وعندها أرض كتير، ممكن العيلة دي لو بتورث البنات أرض ده هيخلي أرضهم تزيد.
وبرضو الجواز من عيلة تانية مهم في حاجة تاني. يعني مثلا لو عيلة العريس فيها واحد هيترشح لمجلس الشعب أو الشورى، هيضمن كده أصوات نسباتهم وأي عيلة ليها علاقة بنسباتهم، وده هيديهم ثقل سياسي في البلد. يعني الجواز في الصعيد زي ما تحدثنا قبل سابق مش بس علاقة بين راجل وست، لا، ده شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكل عادة من عاداته ليها هدف، مش مجرد حاجة بتتعامل كده وخلاص وتعودوا عليها وورثوها عن أجدادهم. وفي القعدة الجاية بإذن الله هنتحدث عن خطوات الجواز خطوة خطوة في حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.